ازيكم؟ إيه الاخبار؟ تاريخ السينما بيمتد لاكتر من 130 سنة. في خلال المدة دي في فنانين كتير عملوا كل انواع واشكال من الافلام، افلام خيالية، افلام واقعية، افلام خلتنا نضحك، وافلام تانية خلتنا نعيط، وافلام تانية خلتنا نحلم ونتخيل حاجات عمرها ما كانت هتيجي في دماغنا كمشاهدين. كلنا حبينا الافلام عشان بتورينا قصص عمرنا ما شفناها، سواء القصص دي خيالية أو حتى مبنية على أحداث واقعية. ومن ضمن الفنانين دول كان في ناس بتحكي عن قصص كفاحهم ومعاناتهم. الناس دي شافت كل أنواع الظلم والمعاناة ونقلوها لنا على شاشة السينما عشان يلهمونا ويأثروا فينا وينقلوا قصصهم البطولية للعالم كله. النهاردة هيكون الجزء الأول من فيديوهات هتكلم فيها عن السينما الفلسطينية، وهقترح لكم بعض الأفلام اللي تتفرجوا عليها. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وما ننساش طبعا ان احنا دايما ندعي لهم ان ربنا يعينهم وينصرهم. عام 2006 يترشح لأول مرة في التاريخ فيلم فلسطيني لجائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبي، ولكن بسبب مشاكل كتير خلف الكواليس وهجوم شديد حصل على الفيلم من اللي ما يتسموش، خسر الفيلم الجائزة لصالح فيلم توتسي الجنوب أفريقي. فيلم بارادايس ناو للمخرج هاني أبو أسعد بيحكي عن آخر 48 ساعة بيعيشها شابين سعيد وخالد قبل ما يقوموا بعملية تفجيرية في تل أبيب، وبنعيش معاهم من أول ما بيتم اختيارهم إنهم يقوموا بالعملية دي لحد يوم تنفيذها. الفيلم رائع في إنه بيعيشك أجواء التوتر للحدث وصعوبته، وقد إيه هو قرار مش سهل بكل تأكيد، حتى وهم مقررين انهم 100% هيقوموا بالعملية، ولكن تظل اكيد يعني قرار صعب جدا ان اي حد ياخده وينفذه. وده اللي قدر ابطال الفيلم يوصله لنا. قيس ناشف اللي كان بيقوم بدور سعيد واللي كان يعتبر بطل الفيلم، وعلي سليمان اللي كان بيقوم بدور خالد. كان في برضو الممثلة لبنى أزابال اللي كانت بتقوم بدور سهى صديقتهم، واللي سعيد كان عنده مشاعر تجاهها. بكل تأكيد ما نقدرش ننسى الممثلة العظيمة هيام عباس اللي كانت بتقوم بدور أم سعيد في الفيلم، واللي بالرغم من ظهورها القليل بس كان دايما بكل تأكيد مميز. لو عندي تعليق واحد اقوله على الفيلم ده بس ان انا حسيت ان هو قصير شوية، بمعنى ان كان فيه فصول كنت احب ان احنا نتعمق فيها اكتر، وفي شخصيات مثلا زي شخصية خالد كنت احب ان انا اعرف عنها اكتر وعن ماضيها. بس غير كده الفيلم رائع 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 على كل المستويات، وكمان يعتبر هو أول فيلم عربي في التاريخ يكسب جايزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم أجنبي عام 2006. إنجاز تاريخي ومشرف للفيلم، وبكل تأكيد يستحق المشاهدة. بالحديث عن الممثلة هيام عباس وتاريخها التمثيل العظيم بكل تأكيد، وحتى مش بس في فلسطين والوطن العربي، لا موهبتها كمان وصلت هوليوود، وشفناها في أفلام زي انسيديوس ذا ريد دور، وفي واحد من أفلامي المفضلة وواحد من أفضل الأفلام اللي نزلت من بداية الألفية، بليد رانر 2049. بنستكشف قصة هيام عباس في الفيلم الوثائقي باي باي طبرية اللي من إخراج بنتها لينا سوالم. بتحكي هيام عباس عن رحلتها انها تسيب قريتها دير حنة عشان تبقى ممثلة، وبتسيب وراها عيلتها، وبترجع هيام وبنتها القرية في رحلة استكشاف تاريخ عيلتها واستكشاف القرية نفسها. الفيلم ده ساحر 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 بكل معنى الكلمة، وعنده القدرة غريبة ان هو يخليك تعيط في مشهد وبعديها بكام دقيقة يخليك تضحك وتحس انك حرفيا قاعد معاهم في تجمعاتهم العائلية اللي بيعملوها. وبنشوف التنقل الرائع داخل الفيلم بين الأزمنة من وهم كانوا صغيرين ولحد دلوقتي. فيلم الهدية هو فيلم قصير من إخراج فرح النابلسي، ونزل سنة 2021، وكمان اترشح للأوسكار سنتها لأفضل فيلم قصير. الفيلم بيحكي عن أب وبنته في رحلة إنه يجيب هدية لمراته بمناسبة عيد جوازهم، وعبورهم لحاجز 300 للي ما يتسموش، وبيصور لك في الفيلم ده معاناتهم اليومية اللي احنا ما نقدرش نتخيلها حتى، واللي هي المرور بالحاجز. فيلم الزمن الباقي من إخراج من وجهة نظري واحد من أفضل المخرجين في الوطن العربي،
اللي هي سليمان. الفيلم يعتبر بيوجرافي بيحكي قصته هو وعيلته من قبل ولادته، يعني بيحكي قصة عيلته من وقت النكبة سنة 1948 مرورا بقصة العيلة ولما يتولد ولو بيكبر لحد وقتنا هذا. الفيلم تحفة فنية على المستوى البصري، وبنشوف عبقرية الراجل ده في انه ممكن يطلع لك كوميديا سوداء من اصعب المواقف واكثرها مأساوية. فيلم مميز قوي بجد في انه موصل لك ان هو متصور بستايل شبه ستايل ويس اندرسون كده، من طريقة الاخراج للتصوير او حتى الالوان في الفيلم. حتى لو بصيت هتلاقي ان الفيلم نفسه ده انتاج سنة 2009، يعني حتى قبل ما ويس اندرسون نفسه ينتج الافلام اللي هو معروف بيها وعرفت ستايله للعالم كله، زي مثلا فانتاستيك مستر فوكس او جراند بودابست اوتيل. فبجد بجد حاجة في قمة الابداع والعبقرية، واللي ما شافوش فايته كتير، انصح بيه جدا جدا جدا. نختم بفيلم فيه إنجاز مميز شوية عن باقي الأفلام اللي اتكلمنا عليها النهاردة وعن أي فيلم تاني. بكل تأكيد الأفلام دي كلها طبعا أفلام رائعة وكلنا نتشرف بيها، ولكن اللي يميز الفيلم ده إنه يعتبر أول فيلم في التاريخ من إنتاج فلسطيني بالكامل. بمعنى إن باقي الأفلام اللي اتكلمت عليها أو أي فيلم حتى فلسطيني قبل ده يعتبر إنتاج فلسطيني ودولة أخرى ساهمت في الإنتاج الفيلم، أو حتى مجموعة من الدول التانية. فيلم عمر من إخراج هاني أبو أسعد، وأيوة هو نفس المخرج الرائع اللي عمل فيلم بارادايس ناو اللي اتكلمنا عليه في أول الفيديو خالص. الفيلم بيحكي عن 3 شباب، عمر وأمجد وطارق، وكلهم أصدقاء منذ الطفولة، وبيتم اعتقال عمر بعد عملية هم نفذوها راح ضحيتها أحد جنود الاحتلال. بيكون عمر وقتها بين قرار صعب، إن هو يعترف مين اللي خلص على الجندي ما بين أصدقائه أمجد وطارق، أو إن هو يضحي بنفسه وبحريته ويفضل معتقل عند المخابرات تبع الاحتلال. الفيلم عظيم ومشوق، ومشاهد المطاردة فيه معمولة بشكل رائع، والشخصيات مكتوبة بشكل مميز قوي لكل شخصية، وأداء عظيم من جميع الممثلين، وكمان توستاية حلوة قرب النهاية بشوية يخليه فيلم مهم لينا كعرب، وفيلم أكيد لازم نتفرج عليه ونفتخر بيه. ويعني بس كده، ده كان الجزء الأول من فيديوهات هطلع أتكلم فيها عن أفلام فلسطينية. ولو عندكم أي حاجة حابين أتكلم عليها لها دعوة بالأفلام أو المسلسلات، ياريت تكتب لي تحت في التعليقات. شكرا على المشاهدة، وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.